ومعانا موقف من فيلم محمد حسين هو الوحش منين؟ قال له انا مش ضرايب وماليش قرايب، واي منطقه انزلها ترابها تعشق جزمتي. اكيد طبعا كلكم عارفين الفيلم. جمهوري العزيز برحب بيكم وبحييكم، منورين الدنيا كلها ومنورين قناه الجميله قناه النية خير. اهلا وسهلا بيكم واهلا بيكم واهلا 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 واهلا. ندخل في تفاصيل الفيلم على طول، بس لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتصلوا على النبي تحت في التعليقات، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم. بيبتدي الفيلم بسمير صبري وهو رسام كبير عايش في فرنسا، بيرسم لوحات هناك بملايين الدولارات وكلام من ده كله. بيحب ان هو يختم اخر لوحه ليه، اخر لوحه في مسيرته الفنيه في مصر، ينزل مصر عشان يرسم اخر لوحه ليه في المسيره الفنيه بتاعته، ويكون كده خلاص اول لوحه رسمها في حياته كانت في مصر، واخر لوحه هيرسمها هتبقى في مصر. ساعتها بيكون محمد سعد فين، اللي هو محمد حسين. ساعتها بيكون فين؟ بيكون عايش في مصر سواق على تاكسي، الدنيا جميله معاه وعمال يلف ويقضيها ويقابل اشكال والوان، وعايش حياته بالطول والعرض وزي الفل. يشاء القدر بقى، يشاء القدر وربنا يجمع ما بينهم بمشوار يجي لمحمد سعد، يحدفوا عند فندق اللي هو هيستقبل سمير صبري من المطار. يجي سمير صبري، مين اللي يروح يجيبه؟ محمد سعد. يتنقل نقلة تانية خالص. ساعتها بيقابل مين؟ بيقابل الفنانة اللي معرفش اسمها ايه ديت، بس هو بيقول لها امان باشا. المهم ربنا بيفتحها عليه. اللقطة دي في الفيلم بتحول حياته بقى 360 درجة. لو جينا نقول معرفة الناس كنوز، المثل بتاع معرفة الناس كنوز دوت ينطبق في الفيلم ده جدا على محمد سعد لما قابل سمير صبري، تمام. وإمام باشا طبعا عشان هي برضو حبته وهو حبها وكلام من ده كله في الفيلم، دي كانت حاجة جميلة يعني برضو. فليه بقى معرفة الناس كنوز؟ وليه لما قابل سمير صبري كل ده اللي حصل؟ طبعا لما قابل سمير صبري وعاشوا مع بعض بقى واتصاحبوا مع بعض وكلام من ده، وبدأوا يروحوا وييجوا والدنيا جميلة معاهم ويتفسحوا ويهزروا ومش عارف ايه، كل الكلام ده خدوا على بعض بقى وحبوا بعض وكلام من ده كله. في موقف كده وهم سهرانين في مرة من المرات، سمير صبري هيجي يقول له هيقول له انا زهقت من مصر، مش هي دي مصر اللي انا كنت فاكرها واللي انا كنت فاكر هاجي الاقيها وكلام من ده كله. مصر اتغيرت قوي، مصر ما عادتش زي زمان، ايه اللي انا شايفه ده كله ومش عارف ايه وكلام من ده كله. فمحمد سعد هيقول له يعني انت هتسافر وتسيبني؟ هيقول له انا هسافر وهرجع فرنسا، خلاص انا زهقت وطهقت وما عدتش طايق ان انا اعيش هنا، وما عدتش طايق ان انا اعيش في الجو ده. طبعا محمد سعد طبعا هيزعل وهيتضايق وهيقول له انا كنت عشمان فيك ان انت تجيب لي تذكرة تأشيرة سفر اسافر بيها، اعمل لي اي قرشين في اي دولة بره ولا اي حاجة، تقف معايا وتساعدني يعني، فرصة. هو شايف برضو واحد مليونير قاعد معاه وكلام من ده كله، فقال لك استغل الفرصة. فسمير صبري يقول له عايز تعمل قرشين عشان البت اللي انت بترمش لها، اللي انت عمال تغمز لها في العربية وانت فاكرني مش واخد بالي. محمد سعد يقول له يا عم بنت مين وبتاع مين، انا فين وهي فين، وايش جاب لي جاب، انا حتة حمادة زي الملايين اللي انت شايفها حواليك في كل حتة. الناس دي احلامها كلها اتدمرت، ما لقوش حاجه يعملوها، ما لقوش حد يساعدهم ويقف معاهم وكلام من ده كله. انا فين وهي فين، وفين قيمتي انا عايز اي حاجه تعمل لي قيمه وسط الناس. سمير صبري هيسمع منه الكلمتين هيقول له قوم معايا. قوم اروح فين يا عم؟ قال له قوم عشان اعمل لك قيمه. قال له يلا بينا. قام وطلعوا على فوق الاوضه، قال له اقلع. قال له قلع ايه؟ قال له اقلع. قال له ازاي هتعمل لي قيمه تنام، ولا لو قله قيمه بقى هتبقى المهم قلع محمد سعد القميص اللي كان لابسه، وبدأ ان هو يرسم له اخر لوحة في اعماله الفنية على ظهره. وطبعا اللوحات دي كلها كانت بتتباع بملايين الدولارات، وطبعا دي كانت فرصة كبيرة جدا 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 لمحمد سعد في الفيلم ان هو يستفاد منها ويبقى معاه فلوس والدنيا جميلة. وبعد ما رسم له اللوحة قال له بس اوعى وشك، ده كده العو حضر، ده كده بقى خلاص احنا كده عدينا، كده مش عايزين اي حاجة تاني، كده خلاص جبرت. فطبعا بيحصل مشاكل بقى وشويه حوارات في الفيلم ما بين اللي هي سكرتيرة سمير صبري اللي هي بنت مراته اللي كان متجوزها، وما بين محمد سعد بسبب اللوحه وكلام من ده كله. محمد سعد بيكسب في الاخر، وطبعا بيتجوز امام باشا اللي حبها في الفيلم وكلام من ده كله.
وبيتجوزها وربنا بيكرمه بفيلا بقى وعربيه ومش عارف ايه، والدنيا بتروق معاه على الاخر بقى، ويغني بقى ايه: معاك كاشا 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 تبقى باشا باشا باشا، معاك فيزا الدنيا لذيذه. والفيلم بينتهي على كده، والدنيا بتبقى جميله 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 معاه يعني. وطبعا يعني الفيلم ده انا حبيت ان انا احكيه معاكم ليه، لو انتوا لسه متابعيني لحد دلوقتي ولسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي. الفيلم يا جماعه هو عباره عن موقف حصل لمحمد سعد، او ايه صدفه جمعته بحاجه لقى ان هو ممكن يستفيد منها، فقال لك ليه ما استفادش منها، وليه ما كسبش منها، وليه ما حاولش فيها، ويمكن ربنا يكرم. فاما كلمه في تأشيرة، شوف ربنا كرمه بايه، ربنا كرمه برسمة جاب من خلالها ملايين الدولارات، والناس بقت بتيجي تصوره من كل حتة ويدفعوا له فلوس بالدولار وكلام من ده كله. فدي نقطة من النقط المهمة جدا اللي احنا نطلع بيها من الفيلم، ان هو لما لقى حد يساعده ويقف معاه ويحقق له حلمه ويسنده وكلام من ده كله، مسك فيه وطلب منه وقال له انا عايز وكان نفسي وبتاع وكلام من ده كله. مش عيب ان انت تطلب من حد مساعدة، ومش عيب ان انت تطلب من حد ان هو يقف معاك ويساعدك، طالما هو قادر وطالما انت نفسك في الحاجة دي كمان. فعادي، الناس للناس يا جماعة، والله مفيش حاجة اسمها كل واحد في حاله، كل واحد مصلحته بس والأنانية والكلام من ده كله. لا، كل واحد، احنا كلنا اخوات في الله، كلنا حبايب، كلنا اخوات، وربنا يديم المحبة والمعروف ما بيننا جميعا، واللي بيقعد هو العمل الصالح. فما علينا يعني. المهم إيه، طبعا النقطة التانية اللي نطلع بيها من الفيلم، ان هو في الفيلم لقى سمير صبري كان كنز بالنسبة له. انا هنا يا جماعة، انا لقيت اليوتيوب ولقيت جمهور ما يعرفنيش ولا انا اعرفه، انا ولا يعرفوني ولا انتوا تعرفوني ولا انا اعرفكم، بس بنحاول مع بعض، واكيد الايام هتثبت لكم. وانا يا جماعة انا بقول لكم القناة دي قناة خيرية، ارباحها باذن الله هنساعد منها بعض لوجه الله، انا وانتم وكل الناس اللي محتاجه مساعده، نعمل منها اي حاجه لنفسنا يعني. ف نفوق لنفسنا ونظبط حالنا في القناه مع بعض، ولا نعمل ايه؟ عشان بس نبقى احنا عارفين الدنيا رايحه بينا على فين، وربنا يكرمنا من القناه دي تبقى فتحه خير علينا جميعا يا رب، ونحقق منها كل احلامنا، وتبقى فرحه علينا جميعا يا رب يا رب. محدش عارف الخير فين، ولا انا ممكن اكون سبب في رزق ليكم، وانتم ممكن تكونوا سبب في رزق ليا. اي نعم احنا ما نعرفش بعض اول زي ما قلت لكم، بس ادينا نتعرف، وربنا خلقنا كلنا عشان نتعرف على بعض، وربنا هو اللي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ان شاء الله انا لسه ما عملتش محتوى، بس انا بقى كل ده بعمل زي دعاوي للناس، عايز الناس تشترك معايا في القناه، عايز الناس تفهم انا حابب اعمل ايه ونفسي اعمل ايه، عشان يقفوا معايا بقلبهم ويشاركوني في الثواب ويشاركوني في الاجر ويشاركوني في الجدعنه والحب ما بيننا وما بين بعض كلنا على القناه دي. وربنا يكرمنا جميعا يا رب، ويجعلها فتحه خير علينا، ويتقبل مننا صالح الاعمال. لو حابين الخير وحابين تشاركوا معايا في فعل الخير، اشتركوا معايا في القناه ونوروني دايما كده فيها، واستنوني في فيديو قادم ان شاء الله. اشوفكم على خير يا احلى جمهور في الدنيا. سلام. ومش عايزين نبقى زي اي حماده كده وخلاص، عايزين نسند نفسنا بنفسنا، وعاش يا رجاله، ونحط ايدينا كلنا في ايدين بعض. معاك كشر 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 ناشا تبقى بشر 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 معاك فيزا الدنيا لذيذ.